يا صباح الورد والفل على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. نورتوني وكده ومبسوطه قوي. في حد في كذا اخو اخت دخلوا في القناه، مبسوطه جدا بيهم. اهلا وسهلا بيكم. نورتوا. نسمي كده اللي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفيني، دي قناتي، انا اختك سحر، دي قناه روتينات. بشارككم يومي كل يوم ان شاء الله كده، على قد طبعا ما بقدر وعلى قد ما بصور معاكم. لو ان شاء الله كده عجبتك القناة، متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى كان اليوم مليان بصراحة. كان بالنسبة لي انا كان في الشغل اكتر من البيت. يعني انا كنت راجعة بقى، هوريكم بقى لما برجع من الشغل ببقى مطحونة. يعني انا كنت عايز اصور معاكم الصبح، بس انا ميعاد شغلي كان بدري قوي، فما قدرتش بصراحة افتح كاميرا واصور. وهنا عايزة اقول لكم كنت لسه راجعة من الشغل، كانت الساعة داخلة تقريبا على العصر، كانت الساعة 4. آه، فكنت طالعة بقى جايبة لبن وجايبة بسكوت، لاني بصراحة ما كنتش قادرة اعمل فطار، ومش هناكل بقى في التوقيت ده انا والبنات. فول بقى او طعمية او بطاطس، ما كنتش قادرة بصراحة، وقادرة اصلا اعمل حاجة. فقلت كده ايه، كان بسكوت بس مش عارفة البسكوت كان معظمه متكسر. انا وعماله اكل فيه، يعني هو متكسر وعماله اكل فيه. اللي بالشوكولاته ده كان طعمه حلو جدا. يعني لو هجيب منه تاني عزمك متلوى، هجيب ان شاء الله اللي هو بالشوكولاته، لكن ده لا، ما اعرفش، حاساه يعني هوا، حاسه ان البسكوت ده هوا. وبصراحه بفكر كده اعمل لهم كمان انا بسكوت في البيت، لان بصراحه غالي قوي وحاساه على الفاضي. بس في اوقات الواحد ما بيبقاش قادر يعمل حاجه بصراحه. وحطيت لهم كده جبنه، عشان انا عندي فريق بيحب الجبنه وفريق مش بيحب الجبنه. فما رضيتش بصراحه اكتر لهم، حطيت كده ايه على قد اللي هياكل. واللي هيشرب بقى شاي بلبن معايا، فوفا هانم بتحب اللبن زيي، انا وباباها. الكبيره لا، الكبيره بتحب الجبنه. جوجو هانم. وجوجو اخر الفيديو عامله لي مفاجاه. عايزه اقول لكم انا لسه شايفاها دلوقتي وانا ببنتج الفيديو. صحيح عملت كل حاجه في الفيديو، سابته على ان انا يعني احط الصوت على الفيديو. عايزه اقول لكم اصلا هي اللي فتحت القناه، جمانه بنتي. وهي اللي كانت من كذا سنه هي اللي عايزانا نفتح القناه يعني. آه، فهي بقى المسؤوله عن كل حاجه في التصوير، فمش عارف، بس طبعا اكيد هي في الفتره اللي فاتت بتاعه الامتحانات انا اللي كنت بعمل الكلام ده. بس بصراحة هي اللي نزلت البرامج، هي مش عارفة ايه. فهي شريكتي. ولا انت شريكتي في الموضوع. ما تنسوش بقى اللايك لجوجو. آه والاشتراك طبعا في القناة. والكومنت اللي بيشجعني كده، مبسوطة قوي. امبارح جالي كذا كومنت. طبعا المشكلة ان الاكونتات مش كلها بعرف اقرأ الاسماء بتاعتها، بس طبعا انتوا نورتوني وشرفتوني. هنا بقى كنا فطرنا الحمد لله. آه انا مش عارفه اسميه فطار ولا غدا ولا شاي بلبن العصاري ولا ايه، مش عارفه. بس كنت جايبه، الجو كان حر قوي يعني فسيخ، عايزه اقول لكم الحمد لله. وربنا يا رب يعيننا كده ويعين كل واحد وواحده على اشغالها بصراحه. نفسي انا كان عندي اكل كنت عامله معاكم من امبارح. هما مش بناتي مش بيقدروا يخلصوا الورك كامل. بس انا بخلي لهم بواقي الحاجات دي لتاني يوم بقى. اكيد مش هنرمي الاكل. والحاجات غير انه غالي حرام يعني. فانا بقى ما كنتش عايزه اكل بقى الخضار او رز او الفراخ اللي أنا كنت عاملاها معاكم. بس على فكره اعملوا له صينيه الخضار اللي كنت عاملاها معاكم دي بالفراخ، رائعه بجد والله العظيم، حلوه قوي. ويا سلام بقى لو زودتي على التتبيله معلقتين او ثلاثه طبعا. انا بتكلم على حسب الكميه اللي انت هتعمليها من الفراخ او من الخضار. معلقتين او ثلاثه من دبس الرمان، هيودوا التتبيله في حته تانية خالص. بس انا ما كانش عندي. بس انا اتفقت معاكم، انا ما بوقفش على نوع بهارات او نوع حاجات عندي مش موجوده هوقف عليها الطبخه. احنا اللي بنخترع واحنا اللي بنعمل واحنا اللي بناكل طبعا. هنا بقى كانت دخلت جمانه. انا كنت مش قادره اقف كتير بصراحه. فانا كنت بدخل اعمل حاجات وهي بتعمل حاجات. هنا كنت حسيت ان الصلصه قليله، فهي جابت طماطم وعملتها. عايزه اقول لكم مخزون الطماطم بتاعي خلص، جاي يخلص والطماطم غاليه.
يلا الحمد لله، نحاول كده بقى نجيب لنا شوية ونخزنهم تاني. جابت بقى هنا هي الطماطم وعصرتها وعملتها، وانا دخلت كده وهي واقفة بتعمل حاجات تانية، رحت انا مبهرة الصلصة. انا بحطش بهارات كتير قوي، وكنت بصراحة كنت عايزة احط فيها شوربة ماجي، مش عادة بحط يعني، شوية بحط وشوية لا، على حسب لما بحس ان طعم الحاجة محتاج لها او لا. ما كنتش بقى عايزة اكل الاكل بتاع امبارح، مش عشان خاطر الاكل مش حلو ولا حاجة، لا، بس انا كان نفسي اروح محل كشري واكل مكرونة بالصلصة. طب واروح محل كشري ليه وانا اصلا ما فيهاش نفس اعملها في البيت، وهتبقى احلى من مليون محل كشري. فكنت عايزه بصراحه اكل مكرونه، حاسه كنت عايزه اكل مكرونه بالصلصه بس، يعني ما اعملش معاها اي حاجه تاني. وانا المكرونه المفضله بالنسبه لي الاسباجيتي. لكن وفريده وجمانه الاسباجيتي، فريده بتحبها بس مش بتحب يعني اكلها بالنسبه لها صعب شويه. هتقولي بنتك 11 سنه، هقول لكم بنتي لغايه من سنتين، عشان باباها مدلعها الحاج صاحب البيت كان مدلعها ولازال طبعا، ربنا يا رب يديله الصحه، مدلعهم الاثنين. بس طبعا فريد اخر العنقود، ففي شويه كده زياده كده. آه فهو اللي كان بياكلها ايه ده لغايه 9 سنين والله، و10 سنين والى الان. ربنا يخليها لنا يا رب هي وجوجو. فجومان راحت قالت لي لا يا ماما ما تاكليهاش كده، فراحت طلعت لي من الديب فريزر حتتين كده برجر وايه، وده كان اكلي، ده كان اكله. طبعا اللي حابب ياكل جنب الفراخ والخضار، لاني اكيد مش هاكل كل حله المكرونه دي لوحدي. مكرونه طبعا اكل. يعني برضو الحاج صاحب البيت لما جه مرضاش ياكل رز، واكل المكرونه جنب الفراخ والخضار. وجوجو برضو كانت خضار، وجمانة وفريدة. يعني كان نفسي بصراحة قوي فيها. هنا بقى جوجو قالت لي ماما استني بقى، انا هعمل لك شوية بقى شطة كده حلوين. فجابت الشطة وحطت عليها صلصة وكده. بقى عندنا بقى ايه، انا بالنسبة لي الاكلة دي احسن من الفراخ واحسن من اللحمة واحسن من حاجات، حتى لو مفيش جنبيها برجر او حاجة. الحمد لله، كلها نعم ربنا، ونقول الحمد لله والشكر لله، يا رب دايما علينا نعمة واحفظها يا رب من الزوال. وبعد كده بقى لما صاحب البيت جه عمل لي بقى مفاجأة، مبسوطة قوي الحمد لله. آه، مش هقول ان احنا مفيش مشاكل، مفيش بيت مفيهوش مشاكل، مفيش بيت ما بيعديش عليه، بالذات لما بيكون ربنا يخلي آه، اطفال وكده، مع التوقيت الصعب اللي احنا فيه، الغلو الفاحش اللي احنا فيه، الحاجات الطلبات الولاد اللي ما بتنتهيش. بصوا القلوب اللي جوجو حطاها لي دي، ميرسي يا جوجو بجد بجد. عمرو ميرسي قوي، كل سنه وانت طيب. يا رب دايما كده يا رب مع بعض. آه، امبارح كان عيد جوازنا. كل سنه واحنا طيبين. احنا مش بنحتفل جامد او حاجه او كده، هي تورتايه يعني ما بيننا كده، وبنفرح الولاد واحنا بنفرح، وهم كمان يتعودوا ان دي مناسبه لازم نحتفل بيها. آه، فكل سنة واحنا طيبين. ودايما يا رب كده مع بعض، دعوة حلوة كده ولكن بالمثل واكتر. هنا بقى كنا انا بالنسبة لي الفيديو خلص، يعني انا كده كان بالنسبة لي الفيديو خلص، وكنت خلاص بقى مش قادرة، تعبانة جدا يعني. انا مرهقة لما بالذات لما ما اكونش نايمة كويس، وصاحية الصبح نازلة على شغل، وارجع بقى انا كمان شخصية ضغطي واطي، يعني ضغطي على طول واطي في الطبيعي، فالحر بيفرهدني اكتر. عشان كده انا واحده بحب الشتاء، ما بتعبش قوي فيه الحمد لله والشكر لله. بصراحه بفرهد بسرعه قوي. فكنت نمت بقى، دخلت نمت، وكان خلاص بقى كده بالنسبه لي. وكنت هنزل بقى هقول لكم ان الفيديو ده فيديو خفيف كده لطيف، عشان برضو ان انا ما انزل، ان انا انزل يعني معاكم فيديو. لما الفتره جت الاسبوع بتاع العيد لما ما نزلتش حاجه، ده وقع معايا الريتش. انا عارفه ان انا قناتي صغيره، بس العدد الساعات والحاجات دي الدنيا عندي باظت، فقلت حتى لو حاجه صغيره هنزلها منها، ما تنسونيش في نفس الوقت. المتابعين ان شاء الله يزيدوا والريتش بتاعها يبتدي يعلى. فانا كان بالنسبه لي لغايه التورتايه وهقفل الفيديو على كده. فلما جيت بقى بمنتج الفيديو اسجل معاكم الصوت، لقيت جوجو بقى حبيبتي، انا عايزه اقول لكم لغايه دلوقتي ما دخلش المطبخ.
فحياتي جوجو شكرا، مش عارفه اقول لك ايه يا بنتي. ربنا يا رب يحفظك ويحفظ اختك ويحفظ بابا ويحفظ كل ولادنا وبناتنا، اللهم امين يا رب العالمين. فهي حياتي بقى دخلت كده. آه، يعني بجد الولد او البنت الحنينين رزق. يعني ممكن في ناس بتبقى اغنياء قوي ومعاها فلوس كتير قوي، بس مثلا ده رزقها في الحتة دي، رزقها في الغنى ده. وطبعا ربنا اسمه العدل وبيدي كل واحد ال24 قيراط بتوعه. اكيد بيجي علينا وقت اشمعنى مش اشمعنى ما بيننا وبين نفسنا، بس ربنا يا رب ايه يبعد عننا وسوسة انفسنا ووسوسة الشيطان، اللهم امين يا رب العالمين. والعيال الحنينة رزق. يعني لما تجيبي عيل يبقى حنين عليكي، يبقى شايفك تعبانه ومش قادره تعملي حاجه، وعارف ان انتي متضايقه عشان في مواعين، متضايقه عشان البيت مكركب، متضايقه مثلا عشان ما فيش عايزه تنزلي السوق وتجيبي طلبات مش قادره، مثلا ما عندكيش بوابه تجيب لك، ما عندكيش زوج فاضي يجيب لك، يعني ينزل هو سواء بنت او ولد. وانا قلت لكم ما نقولش ده ولد ودي بنت، لا، كله زي بعض، مش عشان انا جايبه بنات، لا خالص خالص. انا لما اول ما اتجوزت كنت عايزه اجل، بس صاحب البيت مرضيش، فقال لي لا عشان غلط ومش عارفه ايه وكده. فلما حملت في جوجو وكنت رايحه اول مره اعمل سونار، الدكتور كان بيسالني نفسك فيه، قلت له نفسي في بنت. انا بحس ان انا مش هعرف اتعامل مع الولاد. ليه مش نفسك فيه وكان ولد؟ لا، ايه المشكله؟ لا طبعا نفسي كنت اجيب ولد، بس لما ربنا كرمني في فريده الحمد لله والشكر لله، ومكفره سيئاتي. وكان حتى في السونار لغايه ما رايحه اولد كانوا قايلين ان هي ما بين ولد او بنت. بس لا، مش عشان جايبه ولاد، مش عشان جايبه بنات، ربنا اللي يعلم. بس ما اعرفش، انا بميل اكتر للبنات وبحب البنات، وربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم. فبجد لما بنجيب آه، ولد او بنت يكونوا حنينين عليكي، ده بيبقى من ضمن الرزق اللي ربنا كاتبه لك. فبجد الحمد لله والشكر لله. جوجو ربنا يخليكي ويخلي فريدة حبيبتي، ويحفظكم من العين ويحفظكم يا رب من اي شر او اي حاجة وحشة، صاحبة سوء او صاحب سوء، او نفس امارة بالسوء. ربنا يا رب يحفظكم يا بناتي وبنات كل ولادنا وولاد كل اخواتنا وكل اصحابنا. بجد ربنا يحفظكم يا رب. آه، فرحتيني يا جوجو بجد والله. فوفا حبيبتي، عشان انت بتزعلي ان انا مش بجيب سيرتك كتير، انا الناس زهقت من كتر ما انا كل شويه اجيب سيرتكم انتوا الاتنين في فيديوهاتي. لا يا روحي والله انت دلوعه. انا لما انا عندي الاتنين عكس بعض تماما. عندي جوجو لو محدش، لو فريده مش موجوده وجمانة هي اللي في البيت، انت بتحسي ان البيت نايم. يعني ما بتحسيش ان في حد، ما فيش بشر معاكي في البيت اصلا. هاديه بزياده، هدوء قاتل زي ما بيقولوا. لكن فريدة لما بيكون موجود تحس فيه روح في البيت، تطلع تجري وتتنطط. ايوه بتتعبني وبتطلع عينيا ويا بنتي اهدي شويه كده، غلط كده مش عارفه، هي مش فرط حركه ولا حاجه، لا بس هي آه ما بحبش اقول على اي طفل شقي، عشان ده بيبقى جاي من كلمه الشقاء يعني، لا. بس هي حركه كده وتروح وتيجي وصوتها زي صوت. في ناس بتتكلم في الكومنتات، بطوط بتقولي ان انا صوتي عالي، صوتي واطي، انا صوتي عالي. يعني بلاش انتي تقولي صوتي واطي، انا عارفه ان انتي بتقولي عشان خاطر الفيديوهات، الصوت بتاع الفيديوهات، لكن انا نفسي يبقى فعلا صوتي واطي. انا واحده صوتها عالي بطريقه غبيه جدا. فبجد ربنا يخلي ولادنا كلهم يا رب، ولاد وبنات، ويفرحنا يا رب بيهم كده ونشوفهم احسن عرايس واحسن عرسان. دوشتكوا بولادي. بس انا بقى يعني حابه اعرفكم عننا اكتر، وعن جوجو وعن فريدة. فزي ما اتفقنا ان مش بس الرزق في الفلوس، الرزق في طفل او ولد او بنت ايا كان جنسه ايه. حنين عليكي في زوج طيب، في اخ او اخت يسألوا عليكي، في صاحبة بتلاقيها سند ليكي وقت انتي ممكن ما يكونش اصلا اهلك بيسألوا عليكي. فيعني الحمد لله والشكر لله. نقول الحمد لله على كل حاجة ربنا أنعم علينا بيها. آه، ونسعى
نسعى. يعني انا مثلا انا واحده بتشتغل الحمد لله والشكر لله. جوزي ربنا يديله الصحه يا رب بيشتغل. وجوجو كانت عايزه تشتغل، بس قلت لها يا حبيبتي احنا مش في بلاد بره، كان نفسي والله، بس هنا التفكير مش زي بره، نفسي بصراحه كنت لاقي لها حاجه كويسه. المهم، آه كنت بقول إيه، انا نسيت. فالحمد لله. فلما فتحت القناة دي بسعى ان انا ازود دخل بيتي. ايه المشكلة؟ احنا كلنا بنسعى. آه، وفي الاول وفي الاخر بناخد اللي ربنا قسمه لنا. يعني انا مثلا شفت مثلا ناس على اليوتيوب فتحوا بعدي ما فيش اسبوعين، ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، قنواتهم اتفعلت. انا بقالي 3 شهور ولسه حتى ما كملتش 200 150 كمان مشترك. فكلها ارزاق، نقول الحمد لله والشكر لله. لو ليا نصيب ان انا اكمل في اليوتيوب والقناه تتشاف وتتفعل هيبقى ليا، فده رزق. طيب ماليش، يبقى ماليش اصلا يعني. انا بسعى، مجرد ان انا بسعى. والحمد لله ان احنا كويسين وان في دخل حتى. إن يعني لما دايما امي ربنا يا رب يديها الصحه معودانا ان احنا نبص على الناس الاقل، ما يبقاش مع ان الواحد بيتعامل مع طبقات كتير وطبقات، يعني ما شاء الله ربنا يزيد الناس ويزيدنا. بس ده ما عودتناش ان احنا نبص على ده، ما عودتناش ابدا ان احنا نبص على ده. فكل حاجة رزق و... وده بتاع ربنا. نقول الحمد لله. قليل او كتير الحمد لله، الحمد لله على نعمة الولاد، الحمد لله على نعمة الزوج. حتى والله العظيم لو مشاكل الناس بتشوف من بره ما بتشوفش من جوه. ومش حياتي انا بس، حياة الناس كلها. الناس فعلا ليها الظاهر مش ليها الباطن زي ما بيقولوا. ومفيش بيت ما فيهوش مشاكل، ومفيش بيت ما فيهوش بيبقى قلق. الحمد لله هنا خلصنا، معلش دوشتكم. بس حبيت افضفض كده معاكم شوية. واشارككم اليوم. لو وصلت معايا لغاية هنا قولي لجوجو شكرا. وشكرا يا جوجو، دمتم في رعاية الله. مع السلامة.